السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة مع الكابتن إسلام. امبارح بعد انتهاء مباراة مصر وكرواتيا بخسارة منتخب مصر بنتيجة 4-1 تابعت ردود الأفعال على المباراة على الصفحات، وطبعا لقيت الناس اللي بتتصيد الأخطاء لكابتن حسام ماسكينه سلخ. طبعا بالنسبة للزملكاوية أو معظم الزملكاوية والصفحات بتاعتهم معروف هم بيهاجموا ليه. طبعا عشان معظم اللعيبة اللي مختارهم كانوا من لعيبة النادي الأهلي، وإن كان في بعض الصفحات بصراحة انتقدت كابتن حسام بموضوعية وبأسلوب أنا شايف إن هو أسلوب كويس، يعني انتقدوا ولكن انتقاد بناء مع الدعم والمساندة لكابتن حسام. قبل ما أبدأ كلامي وأعلق على الموضوع ده، أو أي حد متابعني عارف كويس جدا إن أنا من البداية ما كنتش مرشح كابتن حسام إن هو يمسك منتخب مصر، وكنت رافض الموضوع ده. فأي كلام هقوله ما يعتبرش إن أنا بدافع عن حسام حسن أو إن أنا معاه ضد اللي بينتقده، ولكن طالما هو الراجل مسك منتخب مصر في الحالة دي يبقى فرض عليا إن أنا رغبتي وانتمائي بحطهم على جنب وابتدي انتقد من الناحية المنطقية او الموضوعية، مش مجرد ان انا راجل بس بتصيد الاخطاء وعشان انا كنت رافض حسام حسن يبقى القصة بالنسبة لي ان انا استنى له اي غلطة. وبالتالي هنا بيحتم عليا ان انا اقول الاتي: مجرد ان يبقى فيه لعب مباريات بمستوى عالي زي مباراة كرواتيا وكابتن حسام يوافق عليها، فدي تعتبر جرأة من كابتن حسام. انت بتلعب مع مستوى عالي جدا في كرة القدم على مستوى العالم، وفي نفس الوقت انت لسه ماسك ما بقالكش فترة كبيرة ويعتبر ده اول تجمع للمنتخب معاك، فدي جرأة تحسب لكابتن حسام حسن ما تحسبش عليه. الحاجة التانية بالنسبة للمباريات او بالنسبة للمباراة دي مباريات ودية. يعني ايه مباريات ودية؟ يعني مباريات من حق المدير الفني فيها ان هو بيجرب عناصر موجودة معاه، بيدخل عناصر جديدة للمنتخب، بيبتدي يشوف الشكل بتاع المنتخب معاه عامل ازاي، مين من اللعيبة هيقدر ينفذ فكره اللي عايزه في الملعب ومين لا. وبالتالي هنا المباريات دي ما تعتبرش مباريات مقياس نهائي للحكم على اي مدير فني، مش بس حسام حسن. طالما هي مباريات ودية يبقى من حق المدير الفني ان هو يجرب فيها لعيبة، ومن حق المدير الفني ان يحصل فيها اخطاء وتحصل فيها نتائج غير مقبولة. انا بحاسبه على المباريات الرسمية. انا شايف ان هو استمراره في انه يلعب مع مدارس عليا في كرة القدم، يعني اتمنى ان هو الموضوع ده ما يخلوش بعد كده ينقي فرق في مباريات جاية بعد كده تبقى فرق ضعيفة. لا، انا اتمنى ان احنا نلعب فرق قوية، نلاعب فرق قوية على مستوى عالي جدا، برازيل، ارجنتين، المانيا، نلعب مباريات مع فرق اوروبية، منتخبات اوروبية عالية جدا، علشان الاحتكاكات دي هي اكبر احتكاكات تقدر تخليك تقف كويس جدا على المشاكل اللي موجودة عندك، وتقدر تخليك تعرف ايه هي نقاط الضعف اللي عندك اللي تشتغل عليها، وايه هي اللعيبة اللي هتقدر تخدمك، وايه هي اللعيبة اللي مش هتقدر تخدمك. عشان كده يا ريت ندعم كابتن حسام حسن، ما نحكمش عليه من خلال المباريات اللي فاتت دي، ولا ماتش نيوزيلندا حكم ولا ماتش كرواتيا يعتبر حكم نهائي عليه. احنا لينا المباريات الرسمية والنتائج في المباريات الرسمية، ولينا الاداء في المباريات دي، انما المباريات التجريبية الودية الراجل من حقه ان هو يعمل فيها اللي هو عايزه، من حقه ان هو يغلط، واحنا لينا في الاخر النتائج. يا ريت كلنا ندعم منتخب مصر. احنا ما بندعمش كابتن حسام في شخصه، احنا بندعم منتخب مصر، ونتمنى له ان شاء الله باذن الله التوفيق مع المنتخب، لان هو ده كل اللي يهمنا. انا كده خلصت حلقتي، ويا رب دايما اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.